دلوقتي حتى لما بجيب سيره الممثلين، انا ليه حبيت اعملها لكم؟ هم الممثلين احنا ما بناخدش منهم حاجه. اجي اقول حوريه فرغلي عندها كذا، حوريه تخف. اجي اقول فلانه عندها كذا، مي عز الدين تخف. ليه؟ لان انا بفتح اللي معمول. معرفه الحقيقه نص العلاج. فوقتي. طيب اعرف منين ان المس جاي لي من الام؟ زي شيرين اتعالجت عند ناس ياما وكله عالجها. شيرين تقول لك انا بشوف حاجات صح. شيرين المس اللي معاها من الام من زمان، من قبل ما تتجوز، بدليل ان شيرين بقت كوبي امها دلوقتي. تشوفيها نفس الجسم ونفس الهيئه ونفس الشكل، ودي اعراض المس اللي هو بتاع الام. طب اعرف مس الام ازاي يا كابي؟ هتلاقي نفسك شبه امك او واخده صفاتها، وماما اتعذبت في جوازتها فانت متعذبه زيها. شيرين لما اتجوزت اتطلقت في خطوبتها، سابت اللي كانت معاه. يعني اخد شيرين مثلا، لان شيرين هي اللي مامتها واخده المس من مامتها. شيرين لما جت اتخطبت سابت خطيبها الاولاني، جت اتجوزت ابو العيال، ما قعدتش معاه كتير. المس يخليكي تدوري على الراجل وتفقدي حياتك عشان الراجل. فضلت تعبانه، وكل ما تطلع تقول ابو العيال ابو العيال ابو العيال ابو العيال. حصل. راحت اندمجت مع أصالة تعرف ناس. اتعالجت شيرين علاج مؤقت، بعديها اخدت حسام. الوقت اللي هي اتعالجت فيه مؤقت ده كانت طالعه بنورقها بقى، النورق الانوثه، زي حد سكن الحاجه اللي معاها. لكن هي شيرين من قبل حسام هي بتقول انا مش قادره، انا بشوف حاجات، انا بيحصل لي كذا، انا مش عارفه، من قبل حسام. وبشوف خيالات وبشوف. لما جت دخلت مع أصالة يعني بتفهم في حاجات كتير وكلنا نعلم ذلك. حصل تسكين للشيء اللي معاها. ابتدت شيرين تظهر أنوثة طاغية في الفترة بتاعت راغب علامة، وابتدت تظهر، وابتدت كلنا كنا شايفينها في عز أنوثتها. طيب تمام. بعد كده اول ما هي طبعا حسام، احنا قايلين ان حسام معاه مس. ليه يا كابي حسام معاه مس؟ انت هتمسسي لي؟ اقول لك ليه. حسام مفيش حاجه بتكمل له. حسام تحسي ان الاتنين داخلين طاقه شر على بعض. هي معاها مس وهو معاه مس، ابتدوا هما الاتنين ياكلوا ببعض، ابتدت الدنيا تبوظ ما بينهم ومش قادرين يبعدوا عن بعض. كل ما يقعوا يتجمعوا تاني كأن في حاجه بترجعهم ويرجعوا اسوأ مكان. حسام عنده مس ليه؟ صوته حلو ومع ذلك ملوش صوته حلو بس الدنيا واقفه معاه، رغم ان صوت حسام الناس كلها تحب صوته، بس ساعات تجيلك قافله منه مش طايقاه. صح ولا لا؟ حاله واقف برضه. لما هما الاتنين اندمجوا مع بعض حصلت اسحار بقى، الدنيا باظت. من بعد ما شيرين غلطت من بعد ما شيرين غلطت في عمرو دياب الدنيا اتقلبت، باظت الحكايه. يلا ليه؟ عمرو دياب ليه محبينه؟ تدهور حال شيرين 180 درجه. هل هي من بعديها فاقت؟ لا، لغايه الان لسه. طب ايه اللي كان بيخلي شيرين تهايبر؟ واحده بتقول لي اتكلمي على قدك. قدي اللي هو ايه؟ انت مالكيش قد، انت حره، لكن انا عارفه قدي. ابتدت شيرين تتعالج نفسي زي كل الناس اللي زيكم، اللي هو ايه؟ انا يا كابي عندي وسواس، بتروحوا لدكتور نفسي. هي ابتدت يجي لها وسواس عالي، ابتدت تقول لك انا مش قادره انام، بقت تشغل صوره كاف زي ما انا بقول لكم كاف. الايذاء النفسي عالي عندها، ابتدت تاخد برشام اللي كله ممكن ياخده عن طريق الدكتور النفسي. البرشام بيعمل ايه يا كابي؟ بيدمر.
هو الدكتور لما بيجي يدي برشام للناس اللي عندها وسواس، هو بيديكي برشام عشان تبقي قاعده لو حاجه عدت من جنبك انت ولا في دماغك، بتخشي في حاله اللامبالاه. يعني هو بيوقف الوسواس باللامبالاه، فانا لما اوقف الوسواس باللامبالاه هضيع. بيحصل ايه للانسان؟ ابتدت بقى هي تبقى بتقول كلام مش حاسه باللي هي بتقوله، مش حاسه، ابتدت تقع. الحاجات النفسيه دي بتوقع. تعالي افصلي كده العلاج النفسي لكل ام بتدي عيلها يأثر على كل حاجه. العلاج النفسي يأثر على العقل، يأثر على كل شيء. تعالي بقى افصلي من الشخص النفسي ده زي المخدرات. عشان كده كنت تشوفيها وهي داخله الحفله في كوبايه شاي معاه، هو زي المخدر، هو من الجدول اصلا. العلاج النفسي من الجدول. يعني تلاقي العيال اللي بيروحوا يشربوا البراشيم بياخدوها، لو اخته واخده بتاع للنفسي يروح هو ساحبها ورايح ايه، ابتدى يأثر عليه، ابتدت الحاله عندها تسوء لغايه ما راحت المغرب. طبعا مش عايزين نتكلم في قصه المغرب عشان اتكلمنا فيها عشان بيزعلوا قوي من الحته دي. ان بعد ريان وبعد الاحداث اللي حصلت في المغرب مقفوله، وانتوا عمركم ما تقدروا تنكروا ذلك. عندكم بوابه من المغرب اتقفلت بسبب ريان. المغرب هتفوق في 2027. هو اللي حصل لريان كان قليل؟ لا، انا ما روحتش المغرب واقدر اوصفها حته حته. المغرب الشجر فيها مش زي الاول، مش نفس نورة. الاماكن بتاعت المغرب مش نفس النورة. انا عارفه ان انتوا هتفهموني، مش نفس النورة بتاعها. امتى هتستعيد المغرب تاني؟ 2027. احسبوها بقى، ريان كان امتى واللي حصل امتى. المغرب دلوقتي بره المنافسه في طاقه الاسحار. المنافسه دلوقتي رايحه في اتجاه تاني. المغرب في تراجع في الحته دي. اول ما هتفتتح البوابه بتاعت 2027 اتفرجوا على المغرب بقى في كل حاجه، في كل حاجه. انتوا عارفين جوه نفسكم اللي انا بقوله ان هو صحيح. لما هي جت راحت المغرب، عوامل المغرب مع شيرين ما تجيش، اتدمرت بقى، الصوت مش طالع بقى خلاص. حتى لو بصيتي لشيرين وهي واقفه على الستيج الملامح اتغيرت، الوش قلب. ليه؟ زي انتي كده داخله طاقه مع طاقه، الدنيا باظت معاها. لكن لما شيرين كانت بتروح في الخليج كانت بتفوق شويه، واقفه برضو سانده نفسها. لكن لما راحت المغرب، بدليل ان هم طلعوا قالوا لك احنا عايزين التيكت. هي ما غنتش، لا، انتوا عارفين ان هي تعبانه، وعارفين اللي حاصل هناك، وعارفين الطاقه اللي هناك. ما تقولوش لا، انا بيجيلي من هناك 60,000 واحده مغربيه، وانتوا عارفين ان انا جزء لا يتجزأ، ان انا بحب البلد دي. هتقولي لي ليه؟ هقولك ما اعرفش، ممكن جينات، ممكن حاجه وراثيه، انا بحبها، بحب المغرب جدا. حتى لما بشوفهم هنا. المهم العلاج ايه؟ طب معلش اكدي لنا بقى، احنا معاكي اهو. عايزين ايه؟ تأكيد على الكلام اللي انت بتقوليه. اقولك تعالي هقول 4 كلمات، والاربع كلمات دول يخص 4 انبياء، ونشوف دول 4 ممكن اي حد يقولهم مش انا بس. وشوفي هتحسي ايه في ال4 كلمات. ال4 كلمات هيدلوكي على نوع المس اللي معاكي، او نوع السحر اللي معاكي، الخدمه اللي جايالك. لما انت هتعرفي اقدر اعالج نفسي، تعرفي تعالجي نفسك، ان انت فهمتي. الفهم بيخليكي تعرفي تفتحي الباب، وهتعرفي تبكي المفتاح ازاي عشان تطلعي. الفهم هيخليكي